السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض الباميه الويكا بطريقه سهله جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصلحكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا الباميه، جايبه الباميه اللي هي الكبيره مغسلاها كويس ومقمعاها وقطعتها بالشكل ده. بعد كده هكون مجهزه معايا حله وانزل عليها بلتر ميه وانزل عليها بمكعبين مرق دجاج. انا عاملها على مرق دجاج. بعد كده اجيب الباميه اقطع عليها قرن فلفل حامي بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بدأت تغلي معانا انزل عليها بنص معلقه فلفل اسود، وبعد كده ابتدي ان انا انزل عليها بالباميه اللي احنا مقطعين عليها قرن الفلفل بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده اكون مجهزه معايا نص معلقه توم، وابتدي ان انا انزل بمعلقه سمنه وابتدي ان انا احمر التوم مع السمنه بالشكل ده، وانزل عليها بنص معلقه من الكزبره الناشفه وابتدي ان انا احمر التومه كويس مع الكزبره الناشفه بالشكل ده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول ما التومه تتحمر معانا بالشكل ده ابتدي ان انا انزل بيها على الباميه بالشكل ده، واسيب الباميه ان هي تستوي معانا، وبعد كده انزل عليها بنص معلقه ملح واغطي عليها الحله واسيب الباميه تستوي معانا. بجد من الاكلات الجميله جدا ومن الاكلات السهله والبسيطه وطعمها جميل جدا. شايفين ما شاء الله الباميه جميله ازاي؟ عملت جنب منها بتنجان مقلي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.